سدوا المعبر وخلوا الناس في بحر همومهم غرقانة. 40,000 دار بكاس والفرحة ولا الدخان. قالوا مشاريع زي. السلام عليكم متابعين الصفحة المتواضعة. كما وعدناكم بالجديد، اليوم عندنا فيلم قصير بعنوان قبة برلمان الشعب. الفيلم كيحكي القصة ديال البرلماني كيحاول انه يوصل الصوت ديال الساكنة قبة البرلمان. نتمنى انكم تتبعوا الفيلم حتى النهاية، وما تنساوش انكم تخليوا لنا تعليق واشتراك في الصفحة والاعجاب. قبل ما تتفرج، هذا المحتوى مصمم بالذكاء الاصطناعي. في قبة البرلمان كاين اللي كيهضر باسم الارقام وكاين اللي جاي يهضر باسم القهر. ربما التقارير اللي كتوصلكم معكوسة، حيث الواقع ديال الساكنة مؤلم والسياسة الحالية غير كتزيد في العناء. رئيس الفريق النيابي عن حزب الشعب، السيد الوزير المحترم، السادة البرلمانيون، السيد الرئيس، السيد الوزير، بغينا نعرفوا شنو هو التخطيط ديالك وشنو هي الاستراتيجية اللي ناويين تعملوها في عمالة المضيق الفنيدق. راه الناس واقفة وكتعاني من القهر والبطالة. المشروع الاقتصادي المحاذي لمدينة سبتة صرفتوا عليه الفلوس والنتائج زيرو، غير الخسارة. واش بهذه الطريقة غادي تنميو عمالة المضيق؟ صافي تسالى الوقت ديالك. أنا هنا كنمثل الساكنة، ندافع على حقوق المواطنين. ما تقاطعنيش. المسؤول في المنطقة مدار حتى إنجاز، والغريب هو التمديد ديالو. بغينا مسؤول حاس بالناس المقهورين، الناس اللي عايشة العذاب والقهر. هذا هو المسؤول اللي بغيناه في المنطقة. وراه من النهار اللي سديتو معبر باب السبتة مش شفنا حتى حل واقعي كبديل اقتصادي. والاحصائيات ديال الهجره غير النظاميه ارتفعت بشكل كبير، واحصائيات البطاله كذلك. السيد الوزير، لهذا بغيناكم توضحوا لنا غاديين. السيد الوزير، راه ما يمكنش يتخذ قرار باغلاق معبر مخدم ما يقارب 40,000 اسره كانت كتعيش منه بلا ما تفكروا في البديل. عطونا البديل السيد الوزير. المشاريع كنسمعوها غير في الاوراق، اما الواقع قهره على قهره. احنا ما بغيناش التصور، بغينا حلول واقعيه ملموسه، حيت هذا هو برلمان الشعب. صافي تفرجتوا ساليتوا كيف جاكم المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي من البداية حتى النهاية ديالو. يلا ما تنساوش الاشتراك ووضع تعليق ودعم المحتوى بالمشاركة والإعجاب في الصفحة، وزيارة صفحتنا على التيك توك واليوتيوب والانستغرام.